بارك الله فيك وبارك الله على من رباك على هذه التربية الوطنية الحقيقية. ابني فيصل، نحن في السودان النشيد الوطني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن جند الله جند الوطن، اللي كتبه أستاذ كان عضو مجلس قيادة مجلس السيادة في السودان، ألا وهو الأستاذ أحمد محمد صالح، وابنه كان الشاعر والمذيع السوداني صلاح أحمد محمد صالح. وعندما نصل نحن نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعيش سوداننا هنا، يجب علي وعلى كل أجيالي والأجيال وأطفالنا وأبناء أطفالنا أن يجلسوا جلوس الوقار والأدب ويتذكروا العقيد أحمد مرجان والعقيد محمد عود الصندل من أبناء قوات دفاع السودان. هؤلاء هم الذين كتبوا هذه النشيد الوطن السوداني. وبعد ذلك يا ابني فيصل، أنا حضرت هذه الحرب اللئيم، وأنا خدمت في القوات المسلحة السودانية 48 عام، وأول أسير كان في حرب 1967 كان سوداني يا ابني فيصل، في حرب 1967 في صحراء سيناء، موسى عبد الجليل عقيد سوداني. وعندما أراد أن يهين به الضابط الإسرائيلي قال له أيها الغراب الأسود، زي ما أنت بتعرف لما بيهينوا الأسرة، قال له أنت من وين أيها الغراب الأسود أيها اللئيم؟ قال له أنا موطن القدس، أنا الخليل، أنا الغزة، أنا الكرم، لا يمين لا يسار، فلسطين قبلتي وأنا ابن السودان لن أركع. بعد ما وصلنا من العمر، وعندما قلنا سنستريح في أرض الوطن، عندما ابتدى هذا الحرب وأنا موجود في بيتي، وجاري مرأة يصل من العمر 63 عام عنده بنتين، دخلوا على المرأة وهي تصرخ وبينادي عليهم يا أبنائي، أنا ما عندي مكان أمشي فيه، خلونا أبيت في بيتي لحد الصباح وأفضي لكم البيت. قالوا لا، قالوا طيب اسمحوا لي أخذ بناتي. قالوا له لا، تسيب لنا البنت الكبيرة وخذ الصغيرة، وهي جالسة على عتبة البيت يبكي على دموع الشرف والكرامة، وهذا نشهدها في الدنيا أمام القانون، وإذا متنا أمام رب العالمين. وشاهدنا المرأة السودانية التي دفنت ابنها في صحراء تشاد بدون غسيل بدون كفن، وهي تبكي وتحفر القبر بأيديها، امرأة سودانية عظيمة. ورأينا المرأة السودانية عندما ولدت في شوارع القاهرة، ورأينا أبناؤنا في صحراء تشاد. ونحن أول دولة في الشرق الأوسط وفي أفريقيا استقبلنا اللاجئين، إذا كانوا لاجئين حروب أو من أجل المجاعة استقبلناهم وفتحنا لهم بيوتنا، قلوبنا قبل البيوت، ولن نضرب لهم خيم في الحدود أو في الصحراء. كانوا معنا في جميع مدن السودان، ولكن هكذا الزمان تدور. وهنا أتعجب موقف الدول العربية، لماذا هذه الموقف الخايب؟ ما رأيت اللي حصل في فاشر التاريخ، فاشر تاريخ للعرب وللمسلمين. سلطان فاشر علي دينار صاحب آبار علي في صحراء الحجاز. بعد كل ذلك دولة كنا نكن له كل احترام وتقدير، وأول من ذهب إلى دولة الإمارات
هو المشير جعفر النميري، وأول ما زار الشيخ زايد حكيم العرب كان للسودان. اليوم السودان يتقدمون للشكاوي لبعضنا البعض، والعرب يتفرجون هذه المنظر وهذه المجازر. يقولوا للرجل احفر قبرك، ولما يحفر القبر أولاده يجي يوقفوهم على حافة القبر ويشاهدون أبوهم يرقد في القبر وده بيضرب أبوهم بالرصاص. ده حاصل، نعم حصل. وين؟ في فاشر العزة والكبرياء، مستشفى فاشر. ماذا حصل للمرضى؟ مسجد فاشر. ماذا حصل للمصلين داخل المساجد؟ هؤلاء بشر؟ هل هؤلاء يضعون أكتافهم؟ واحد بيقول أنا ابن الوطن وخلف منه مرتزق أجنبي بيجي يخط يده على كتف أمك بالمذلة والأهانة. أهانوا الكبار وباهوا وداسوا الشرف أمام الرجال. هذا ما حصل في أرض السودان، وهذا ما حصل والعرب يتفرجون. ولكن نسألك أنت يابا، ورينا الإجابة، دينك كم علينا ومنك والدينا يا وطن. ده وطن، نحن لنا قيم وسط العرب، ولنا من أهل العلم كما تعرفون أنتم جيدا، أمثال الطيب عبد الله المجذوب، الطيب العباس، الصادق الرضا، الحسين الحسن محمد التيجاني حاج موسى. هؤلاء كانوا أهل العلم والثقافة في السودان، وحملوا علمهم إلى بعض الدول العربية والأفريقية، واليوم يطعنوننا من الظهر ويدوسوا على شرف المرأة السودانية بمثل هذه الأساليب. والله شفنا المعارك وشفنا المجازر، وآخذ رحلتنا كان في عام 1982 مجازر صبرا وشتيلة. شفنا وتدمعنا دموع الشرف، دموع. ولكن اليوم الحاصل في السودان والله لم يحصل ولا في عصر الجاهلية. يفتحون بطون الأمهات أمام أطفالهم بالسكاكين. شاهدت ذلك؟ نعم شاهدت، وإني على استعداد كامل إذا أنا على قيد الحياة نشهد أمام القانون، وإذا فارغنا هذه الدنيا الفانية هنالك الشهادة الكبرى أمام المحكمة الكبرى، أمام صاحب السماء والأرض. هذا ليس حرب، هذا ليس قيم، لا إنسانية. أين يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمين؟ ألا يهز مشاعركم عندما يقطع أطفال السودان بالصواطير وبالسكاكين؟ أين أنتم يا أمة محمد؟ الله أكبر، الله أكبر. حدقة العيون لك يا وطن، أصبح مقر وأصبح سكن، أنت الملاك ساعة المحن، أنت الشموخ عبر الزمن. شكرا، بارك الله فيك ابننا. بارك الله فيك أيوب. والله العظيم يعني تعجز، أنا ما عندي كلمات إلا أرفع يديني للسماء في هذه الساعة، أقول يا رب أن يستر عليكم وأن يحقن دماءكم وأن ترجعون يا ربي، وأن يا الله يأخذ
من اللي أسال دماءكم ويأخذ حقكم بعزيز القادر الواحد الأحد الحي الذي لا يموت. العدل هو العدل ولا غير عدل.